تنفس زيرو يكاد يكون دي حقيقة. انت منين اصلا؟ عراقي. عراقي. منين في العراق؟ مستعد؟ انا مستعد. هترجع على العراق ولا على امريكا؟ لا على امريكا ان شاء الله. ترجع باحلى من الاخير ان شاء الله. السلام عليكم. صديقنا اللي شرفنا من العراق بيعاني من بعض المشاكل دي كلها ظهرت بسبب خروج الحاجز الأنفي من مكانه. زي ما احنا عارفين ان الانف تذهب حيث يذهب الحاجز الانفي. الحاجز الانفي بدل ما يكون في منتصف الانف تماما اتحرك بناء على حادث او كدمه الى الناحيه اليسرى، فاخذ الانف معاه زي ما احنا شايفين، وحصل مشكله تانية عباره عن سقوط ارنبه الانف سواء في الستاتيك بوزيشن او اثناء الضحك. في السمايلنج بروفيل بتاعه بتقع اثناء الضحك. وجود بروز في ظهر الانف، البروز ده مش بروز حقيقي لان هو ناتج عن سقوط ارنبه الانف. بمجرد رفع ارنبه الانف هيختفي البروز اللي موجود زي ما احنا شايفين. لو جينا نبص من فوق هنلاقي ان عظام الانف من اعلى عريضه الى حد ما. لو بصينا داخل الانف هنلاقي ان حاجز الانف فيه اعوجاج تماما، قافل فتحه الانف في الناحيه اليمنى، والناحيه اليسرى غايب تماما الحاجز الانفي. المفروض ان الحاجز الانفي يرجع في منتصف الانف تماما زي ما احنا شايفين عشان يعمل السبورت، والانحراف اللي موجود في الانف نفسه يختفي باذن الله. دعواتكم وننزل لكم النتيجه بعد العمليه ان شاء الله. زي ما اتفقنا ان الانف تذهب حيث يذهب الحاجز الانفي. الحاجز الانفي مجرد رجوعه الى منتصف الانف اصبحت الانف متماثله تماما في الناحيتين، واصبحت في منتصف الوجه تماما، واختفى الاعوجاج اللي كان مضايق صديقنا. هنشوف ظهر الانف زي ما احنا شايفين تقريبا يكاد يكون زيرو تورم وزيرو ازرقاء موجود. تقريبا خلال ساعة و20 دقيقة كانوا كفاية عشان صديقنا بإذن الله يسافر ويستمتع بتنفس أفضل وضحكة أجمل. شكرا لدعواتكم الجميلة، في انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام إن شاء الله.